بونسوار، حياكم الله. إذا أهلا وسهلا ومرحبا. كشفت البي إن دي أي المخابرات الألمانية، وطبعا بمساعدة المخابرات المغربية التي كانت قد كشفت خلية إرهابية في ألمانيا. كشفت عن تقرير خطير يخص ارتباط جبهة البوليساريو بإيران وبالجزائر وبحزب الله بالميليشيات التي لها علاقة بإيران. وهذا التقرير الذي كشفته البي إن دي المخابرات الألمانية نقلته الصحيفة الألمانية The Welt. كشفت هذه الجريدة بناء على تقرير الصادر عن المخابرات الألمانية تفاصيل خطيرة، تفاصيل تربط ما بين هذه الأطراف، وأوجه التقارب كما قالت هذه المخابرات متعددة لإيران مع جبهة البوليساريو من خلال معطيات استخباراتية توفرت عليها، وقالت أنها تدخل ضمن الشبكة العالمية الموسعة التي أحدثتها طهران على مدار عدة سنوات، وطبعا الداعمة لها بالسلاح وبالمال، بالإضافة إلى التدريب مقابل تنفيذ سياستها وأجندتها واستراتيجيتها الإرهابية المرتكزة على زعزعة الاستقرار في منطقة الساحل والصحراء، والمبنية على فتح جبهات متعددة لمواجهة ليس الولايات المتحدة الأمريكية أو إسرائيل، بل لزعزعة استقرار البلاد العربية. إذن أكدت المخابرات الألمانية كما نقلت صحيفة The Welt أنها حصلت على معلومات حصرية نقلا عن تقارير استخباراتية عربية ومحققين ماليين تفيد أن إيران قامت بتوسيع شبكتها، ولم تعد تروج لهذا الأمر بتحريك فقط كتلتها الشيعية، بل السنية أيضا والميليشيات أينما تواجدت، وخاصة في البلاد العربية. وهذا واضح جدا فيما يخص سوريا ولبنان والعراق وإلى غير ذلك. إذن استحضرت المخابرات الألمانية كما كتبت The Welt كمثال على هذه الأنشطة المرتبطة بجبهة البوليساريو، واستندت في هذا الصدد على سبق كان قد قاله وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في إحدى خرجاته، وحيث كان قد قال أن حزب الله اللبناني أرسل ممثلين عسكريين للجبهة جبهة البوليساريو وزودها بالسلاح ودربهم على حرب المدن، كما زودتهم عن طريق إيران بصواريخ أرض-جو وطائرات بدون طيار. وأشارت في هذا الإطار نفس المخابرات الألمانية على لسان جريدة The Welt ما أعلن بشأن قيام حزب الله حليف إيران بإنشاء معسكرات في الجزائر لتدريب مقاتلي الجبهة، والتي على الرغم من أن قادة التنظيم معا نفذوها. ذكرت في تقريرها أن المغرب أكد أن لديه ملفات كثيرة
وتقارير مفصلة وصور أقمار صناعية لاجتماعات بين حزب الله وممثلي البوليزاريو في الجزائر. وأضافت الرباط في خرجة رسمية في ذلك الوقت، وهنا نتذكر ما قاله نصر بوريطة، عفوا، ما كان قد قاله نصر بوريطة في خرجة رسمية لنصر بوريطة أن إيران عن طريق سفارتها في الجزائر ساعدت إلى ترتيب اللقاء بين جبهة البوليزاريو وحزب الله، وهي المعطيات التي قالت المخابرات الألمانية على لسان الصحيفة دو فيلت أنها تأكدت من صحتها من خلال اطلاعها على تقارير استخباراتية وتسجيلات ومحادثات هاتفية مكتوبة بين ممثلي البوليزاريو وعامل عرف عن نفسه بأنه عامل لحزب الله من ساحل العاج. والأمر يتعلق حسب نفس المخابرات الألمانية بمصطفى محمد لمين الكتاب، وهو مبعوث الجبهة الانفصالية جبهة البوليزاريو إلى سوريا والشرق الأوسط. هذا العامل أشارت المخابرات الألمانية إلى أنه في محادثة مسجلة له يوم 23 أكتوبر الماضي، أو يعني بعد حوالي أسبوعين من اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس، سأل لمين الكتاب عن الوضع، فكان رده حيث أكد المصدر نفسه وهو كالتالي: تبارك الله، الأولاد متحمسون من خلال المقاومة والعمليات ضد اليهود، متأججة، والنصر عليهم في كل مكان. إذن لغته هذا تبين بأنه يعني يعتبر أن الحرب بين إسرائيل وحماس هي حرب دينية، مما يؤكد أنه يعني متطرف دينيا. ثم أضاف: أرى أن المقاومة ملتهبة في كل مكان، أشعلت في غزة، تستطيع أن تندلع في الجولان وفي الجنوب، يقصد جنوب لبنان، وفي مزارع شبعة، ويمكن أن تندلع أيضا في الصحراء، وستكون هناك مقاومة موحدة، كل واحد سيطلق النار من موقع آخر على إسرائيل. وفي محادثة إضافية تكشف نفس المخابرات على لسان نفس الصحيفة دو فيلت، ناقش ممثل حزب الله المفترض ومبعوث البوليزاريو مقترح تنفيذ هجومات مشتركة محتملة ضد إسرائيل بالتعاون مع حماس وحزب الله والجزائر وإيران. وذكرت أن العامل، أي هذا العامل لمين، عرض دعم الجبهة الانفصالية، لكنه أكد أن مواردهم ضعيفة ليست كافية على سبيل المثال للهجوم على السفارة الإسرائيلية في المغرب. وفي محادثة أخرى يطلب المزيد من الدعم من حزب الله وإيران. أما كما كشفت المخابرات الألمانية على لسان مجلة دو فيلت، فإن التمويلات وتحويل الأموال يتم عن طريق الحوالة. نظام الحوالة هذا يعتمد على تحويل الأموال دون تحويلها، يعني تضخ مبلغا من المال في بلد ما، وشخص آخر يضخ مبلغا في بلد آخر، فيتم التوازن. نظام الحوالة هو صعب جدا تتبعه، وبالتالي فهي الطريقة المعتمدة لهذه الخلايا،
لهذه العصابة الإجرامية. وأكدت بهذا الخصوص أن إيران تخفي وتتكتم بشدة على مساعدتها المالية لحزب الله وحماس، وربما أيضا بل تأكد أن هذه المساعدة تقدم أيضا للبوليزاريو. وهذه المساعدة تتم كما قالت عن طريق الحوالة، والتي يصعب يعني تتبعها أو التحكم فيها وفي تدفقاتها النقدية، وخاصة أنها تتعامل أحيانا يعني بالمعادن النفيسة والمجوهرات. وذكرت أن البوليزاريو بتصعيدها ضد المغرب أصبحت يعني أصبحت هي الذراع الإيرانية إزاء بعض البلدان التي طبعت مع إسرائيل والتي وقعت اتفاقية أبراهام. وأفادت أن الجبهة الانفصالية تسلح نفسها في حربها ضد المملكة، موضحة أنها قبل أسبوعين أطلقت مقذوفات متفجرة على مناطق سكنية في مدينة السمارة، حيث خلف الاعتداء مقتل شخص وإصابة آخرون بجروح. ووجهت أصابع الاتهام في هذا الاعتداء إلى البوليزاريو، على الرغم من أن هذه التفجيرات يعني بين قوسين لم يكشف بعد عن التحقيق الذي يقوده القضاء، مضيفة أن حماس بدأت أيضا صغيرة من خلال صواريخ قصيرة المدى على جنوب إسرائيل، إلا أنها الآن أصبحت أيضا بين قوسين تمتلك يعني مسيرات وراجمات صواريخ وإلى غير ذلك. إذن أكيد أن الجزائر تلعب بالنار، خاصة وأنها تعرف أن أي بلد يفتح أبوابه لإيران تعرف كيف ينتهي مصيره. وأن الجزائر أصبحت في خطر داهم جراء هذه الدولة التي لا هم لها إلا نشر الفوضى حينما حلت وارتحلت. وأن دولة الاثنى عشرية تؤمن إيمانا شديدا، وخاصة لتيار بداخلها، بنشر الثورة، لكنه بدل نشر الثورة فهي تنشر التفكك، تنشر الاضطراب، وتنشر القتل. شكرا.